اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشرفني ان انتوا تشتركوا معايا في القناة وتدعموني عشان القناة تكبر بيكم. النهاردة ان شاء الله انا كنت في مشوار وجيت متأخرة، فكنت عايزة اعمل حاجة سريعة، فانا حبيت انا اقول لكم لو انتوا عايزين حاجة سريعة كده بسرعة ممكن تعملوها ازاي. الوقت انا جبت 2 كيلو اجنحة. هو كيلو الاجنحة دلوقتي ب40 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب50 وفي اكتر. وانا جايبة الكيلو ب40 جنيه. جبت 2 كيلو، وجبت بطاطس وطماطم وجبت بصل وجبت بسلة. بدأنا بقى ان احنا نشتغل فيهم كده. يعني بصراحة هم ما خدوش وقت، لان الاجنحة ما بتاخدش وقت اصلا في السوا ولا حاجة. فدي اكلة سريعة، ممكن انت لو جاية متأخرة من شغلك او حاجة تخلصها بسرعة. نبتدي كده نشوف احنا هنعمل ايه فيهم. في الاول انا جبت الاجنحه ورحت حطاها في قلب ميه فيها دقيق وملح وليمون وخل، وغسلتهم غسله كويسه. حطيت على النار حله وحطيت فيها بصلايه وشويه زيت وحته سمنه، وقلبتها كويس جدا اهي لغايه ما البصله دي تصفر. وبعد كده جبت البسله غسلتها في مصفى ورحت حطها على البصله. يعني غسلت البسله وصفتها قوي ورحت حتفها ايه كده على البصله. طبعا في ناس بتسلق البسله وبعدين بعد ما بتعمل تسبيكه البسله بتحطها فيها، دي طريقه برضو. لكن انا بصفر البصله وبحط البسله فيها كده وتقلبيها وتحط عليها ملح وفلفل وتحط عليها توم. ملح وفلفل بس، محدش يحط كمون فيها لان هي طعمها بتغير مع الكمون. وانت وراحتك برضو. نقلبهم كده اهي، الملح والفلفل والثوم اهي. بس هي دي البهارات اللي بتتحط على البسله عشان الطعم ما يغيرش. هنقلب كويس جدا اهو، وبعدين نغطيها ودقيقتين بس كده، وبعدين نحط عليها شويه ميه مغليين تستوى فيها، وبعدين نغطي كده. يعني ما تحطيش الطماطم فيها على طول، لان هتروح الطماطم تنشف منك كل شويه وهتبقى مضطره ان انت تكمليها بميه. فانت حط فيها ميه تغلي فيها شوية، يعني يا دوب تدي نص سوا كده، وتكمل سواها بقى في الطماطم اللي هتعصرها وتحطها فيها. في الوقت ده بقى انا كنت يعني خلاص غطيت على دي ونقعت الأجنحة بالليمون والملح والخل والدقيق. بعدين رحت على الكبة عصرت فيها طماطم تكفي البطاطس والبسلة. يعني الكبة دي كلها مليانة طماطم. هقسمها بين البسلة متاخدش طماطم كتير، والبطاطس اللي انا هعملها في صينيه الاجنحه. اللي انا هعمل الاجنحه بطريقتين، هعمل نص، انا جايبه 2 كيلو، هعمل كيلو في صينيه بطاطس وهعمل كيلو مسلوق وهحمره كده. انا عصرت الطماطم اهو، وفي ناس برضو بتصفي الطماطم وفي ناس ما بتصفيهاش، يعني براحتك برضو. بعد كده هروح بالطماطم دي اخد بقى حبه منها بس، احطهم على البسله بمعلقه صلصه عشان تعزز لي بس اللون، وقلبتها كويس اهو، وهغطي عليها وهسيبها شويه كده. وساعه ما تديني سوا بس كده، لو انا حبيت ازود لها حبه ميه هغلي لها ميه واحطها، ما احطش ميه ساقعه من الحنفيه خالص. بعد كده جبت بطاطس وجبت بصلتين وجبت فلفلتين رومي، قطعتهم غسلتهم وقطعتهم. طبعا انا مش مكتره بطاطس لان انا عامله اصلا بسله. ورحت حاطه عليهم ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وحطيت الاجنحه فيهم اهي. طبعا بعد ما صفتها من ميه النقع وغسلتها تاني تحت الحنفيه. بعد كده بقى اقلبهم في بعض اهو مع البهارات مع معلقه توم، اقلبها كويس جدا. وبعدين هنرصها في الصينيه. رصيتها في الصينيه، جبت حبه الطماطم المتبقيين وحطيتها عليها، وبعدين هنزودها شويه ميه عشان تستوي فيها. لو وصلت معايا لحد كده، احب ان انت تشترك معايا في القناه وتدعميني. بعد كده بقى نبص على البسله على النار نشوفها اخبارها ايه. خلاص قربت تستوي اهي. طبعا انا لقيت بعد كده ان الحله دي كبيره عليها يعني، فنقلتها في حله تانية اصغر.
الاجنحه اهي، حطيتها على النار. طبعا انت تقدري تحطها في الفرن على طول، بس انا كنت مستعجله. خدت ايه سوى على النار لغايه ما استوت خالص، وبعدين حطيتها في الفرن تتحمر. الاجنحه الباقيه بقى الكيلو التاني حطيت زيت على النار، وحطيت عليه ملح، وحطيت الاجنحه وعليها معلقه صلصه، وحطيت فلفل وكبابه صيني ورق لوري. اهي كبابه صيني ورق لوري وملح وفلفل، وهقلبها كويس جدا وعليها معلقه صلصه. هقلبها جامد اهو. انا ممكن اغطيها واوطي النار عليها شويه تاخد تشويحه شويه يعني، وبعد كده هغلي ميه وانزل بيها على الاجنحه. غلت ميه اهو، وهنزل بقى علشان تستوي بسرعه، لان زي ما قلت لكم كنت مستعجله. وفعلا الاكل ما خدش وقت يعني، على طول على طول ايدي اشتغلت بسرعه كده زي ما انتم شايفين. فالاكل ما خدش وقت ولا حاجه كده. ما شاء الله كانت عامله شوربه جميله جدا. يعني تقدري بقى تطلعي الشوربه دي تعملي منها ملوخيه، تشربوها عادي. كانت جميله قوي. اهي دخلت في السوا الاجنحه اهي. بعد كده بقى هروح على الفرن، هشيل البطاطس من على النار اهو، واروح مدخلاها الفرن، وهشيل الاجنحه من الشوربه بتاعتها، واحطها على صينيه، واعصر عليها ليمون وزيت، واحطها في الفرن برضو. يبقى كده معانا الصينيتين كده كده اتحمروا. وطبخت رز ابيض، وعملت البسله. كل ده ما خدش اي وقت خالص. اهي البطاطس بقى بعد ما تطلع من الفرن اهي، لونها جميل جدا وطعمها كان فوق الرائع يعني. طبعا الاجنحه لها كذا طريقه يعني، وان شاء الله هنبقى نعملهم مع بعض. دي سفرتنا النهارده اهي، بسله، اجنحه في صينيه بطاطس، وعندي اجنحه مسلوقه ومتحمره في الفرن، والرز الابيض. وبالهنا والشفا. وانا سعيده بكم جدا جدا. ويعني انا مبسوطه جدا من التعليقات اللي بتجيني، لان في تعليقات بصراحه يعني بتكبر خاطر الواحد كده ما شاء الله. في ناس كتير يعني بيحب ان هم يدعموا حتى لو حد ما تعرفوهوش، وانا بحب جبر الخواطر والله بصراحه يعني. ومن صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. احب ان انتوا تدعموني، وانا يعني سعيدة بكم جدا، وكل سنة وانتم طيبين. وفي الآخر بندعي لإخواتنا في غزة إن ربنا ينصرهم على أعدائهم ويثبت أقدامهم، آمين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائهم وآمن روعتهم، اللهم آمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. وأنا يعني أنا متأسفة جدا لو كنت بطول عليكم، ومع السلامة.